مافين كيك الحادق. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا داخلين على المدارس والاولاد عايزين حاجه مختلفه خالص عن التقليدي بتاعنا. هنعمل حاجه لللانش بوكس بتاعنا هي حلو بس في نفس الوقت هنعملها حادق وشكلها لطيف وطعمها لذيذ جدا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه ونشوف مقاديرنا. معايا كوبايتين وربع دقيق، كوبايه حليب، ربع كوبايه زيت، بيضايه، عندي 3 حبات فلفل الوان، كوبايه زبادي، عندي جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه مفيش اي مشكله استخدميه، معلقه بيكنج صودا صغيره، معلقه بيكنج باودر صغيره، وعندي زيتون مقطع. هجيب عندي بوله كده انزل بالحليب اول حاجه، بيضايه، الزبادي، ربع كوبايه زيت. هبتدي بقى السوائل دي كلها اضربها مع بعض كده بالويسك. بقيه المكونات بتاعتي الدقيق واحده واحده كده، يعني اول حاجه حطينا كل السوائل مع بعض. بعد كده هنبتدي ننزل بقى بالحاجات الجافه بتاعتي، بيكنج صودا، بيكنج باودر، وابتدي اخفق بقى كويس تاني. خدوا بالكم هي بتبقى العجينه بتاعته تقيله مش خفيفه زي الكب كيك، لا تقيله ازاي، ده اللي بتكلم عليه. وكمان ممكن تفرزيها في الفريزر وتطلعيها وقت ما الولاد رايحين المدرسه تبقى بصي هتفك معاكي وسهله جدا. يعني بالفلفل الالوان، بالزيتون، اي نوع زيتون بقى، الاسمر او الاخضر مفيش مشكله. هنصفيه بس كده من الميه اهم حاجه. طبعا هي مش محتاجه بقى نحط لها، عايزه تحط لها ملح ممكن بس مش محتاجه، يعني لان انا شايفه الفلفل الالوان والزيتون يعني هيعادل الطعم جدا. يعني نحط بقى الجبنه، اي نوع جبنه، موتزاريلا، شيدر، فيتا، اي نوع جبنه حطيه. مش عايزه تستخدمي الجبنه كمان مفيش اي مشكله برضو، يعني الوصفه هتنجح معاكي بالجبنه او من غير الجبنه. نقلب بقى كويس كل المكونات بتاعتنا دي. تعالوا بقى نشوف القوام بتاعنا بعد ما خلصنا كل المقادير مع بعض. بصوا ده قوامها، ده كده بالنسبه لي تمام، ما تكونش اخف من كده. هنجيب عندي بقى اللي هي الكب كيك دي، او عندك اللي هي بتاعت العيش توست، اي واحده فيهم هتبقى حلوه، يعني كله هيديكي شكل جميل. ممكن ندهنها بالزيت او ممكن نحط اللي هي الورق الكب كيك عادي. لو ما عندكيش ورق الكب كيك هتعملي ايه؟ هندهن كده زيت من جوه. انا هوريكم دي وهوريكم دي وهتطلع معايا بمنتهى السهوله، يعني ما تقلقيش مش هتلزق معاكي في القالب خالص. انا بس حبيت اوريكي الفكره ان انت لو ما عندكيش الورق الكب كيك عادي مفيش مشكله. نحاول بس ما نملاهاش على الاخر لان طبعا ايه في بيكنج باودر في الوصفه هيحصل لها عمليه الرفع. هنحاول ايه بس كده تمام. برضو الكب كيك كده بنفس الشكل. هكمل بقيه الكبات كلها وهوريكم شكلها دلوقتي بقى عامل ازاي. كده حطيت المقادير بتاعتي كلها في القوالب. بصوا بقى معايا حبه حطيتهم في القالب اللي هو بتاع الانجليش كيك كده بالشكل ده. ممكن بقى كمان تعملي كل المكونات في القالب ده وتقطعيه توست. تعالوا بقى نحطه في الفرن، هياخد معايا 25 دقيقه ل 30 دقيقه وهوريكم شكله بعد ما يطلع عامل ازاي. وهنا بقى لما خرج معايا المافين كيك من الفرن بص شكله عامل ازاي، وده شكله بعد ما قدمناه في الاطباق بتاعتنا. تعالوا نشوف كمان اللي هو على شكل توست عامل ازاي. بصوا كده القطعه نفسها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وفولو.